جبت 50% في الثانوية العامة، أحب أقول لك مبروك، أنت عندك 3 ميزات مش موجودين عند ابن خالتك اللي داخل كلية من كليات القمة. ال3 ميزات دول أي حد بيدرس في طب، صيدلة، هندسة، بيطري، تمريض، يتمنى يكون عندهم ربع المميزات اللي عندك دلوقتي. وأول ميزة طبعا هي ميزة الوقت. اي حد بيدرس في كليه من كليات القمه هو ما عندوش وقت لنفسه ولا لحياته، ومطالب منه انه يكون متواجد بشكل يومي جوه الجامعه، وده اللي بيخليه ما عندوش وقت كافي انه يشتغل على نفسه ولا حتى يلاقي لنفسه وقت يستمتع فيه. تلاقي كل يوم عنده يا اساينمنت يا كويزز يا ريسيرش، هو حرفيا مش فاضي. لكن انت عندك ميزه قويه جدا، انت مش مطالب منك انك تكون متواجد بشكل يومي جوه الجامعه، هتلاقي نفسك بتروح يا يومين يا 3 في الاسبوع، وده اللي هيخلي عندك وقت كافي انك تقدر تشتغل على نفسك وتطور منها. كمان بيكون عندك الفلكسبيليتي ان انت تجرب وتفشل، وتجرب انك تتعلم في اكتر من مجال لعل وعسى حاجه تسمع معاه. يعني جربت مثلا انك تتعلم لغه وما لقيتش نفسك فيها، تجرب تتعلم بروجرامنج، تجرب تتعلم ميديا باينج. اكيد عشان عندك وقت انك تجرب اكيد هتكتشف مجال هتلاقي فيه شغفك. تاني حاجه انك تلاقي عندك الوقت الكافي انك توظف طاقتك صح، زي انك تشارك في انشطه تطوعيه او انك تشارك في ستودنت اكتيفيتي. كل المميزات اللي قلت لك عليها دي مش بيستمتع بيها كل الطلبه اللي موجودين في كليات القمه. كمان بيكون عندك وقت تقضيه مع نفسك واصحابك، وده اللي بيحسن من صحتك النفسيه وبينعكس بالايجاب على حياتك العمليه والدراسيه. وصدقني اللي انت بتتعلمه في الجامعه حاجه، واللي انت هتطلع بعد كده تشوفه في سوق العمل حاجه تاني خالص. واللي بيحدد مستقبلك مش اللي انت بتتعلمه جوه الجامعه، اللي بيحدد مستقبلك اللي انت بتشتغل بيه على نفسك جوه الجامعه. يعني انت بيكون عندك الوقت والقدره الكافيه ان انت تجرب في اكتر من حاجه، تقدر تطور من اي سكيلز نفسك تطورها. كل اللي انا قلته لك ده مش موجود عند معظم الطلبه اللي موجودين في كليات القمه. طلبه طب وهندسه وصيدله وبيطري وتمريض ما عندهمش اي وقت، وحرفيا هم طول الوقت في ستريس. لو انت شايف ان انت حلمك ضاع، انا بقول لك ان حلمك لسه بيبتدي، ولو اشتغلت على نفسك من دلوقتي انا بوعدك ان مستقبلك هيبقى في مكان تاني خالص. وانا مايكل مصري وبساعدك كده انك تطور من نفسك. لو حابب تشوفني تاني اعمل لي